وريني بقى كده يا ابني امام عاشور عمل ايه في اول تمرين ليه بعد العوده من الايقاف. رد فعل غريب جدا من امام عاشور في اول تمرين ليه بعد ما رجع من الايقاف، والاغرب من رد فعل امام عاشور هو رد فعل الجهاز الفني بقياده وليد صلاح الدين وياسر. ركز معايا بقى في الفيديو ده عشان الكلام كله طلع امام عاشور بيتخانق وامام عاشور ضرب بيكهام والكلام الفاضي ده. ما تنساش تعمل لنا الفولو الجميل واللايك المتين وشير الفيديو ده لكل اصحابك. طبعا زي ما احنا عارفين ان فتره ايقاف امام عاشور انتهت، وكان اخر مباراه امام عاشور هيتوقف فيها هي مباراه الاسماعيلي اللي خلصت. يبقى كده امام عاشور ما علوش اي ايقاف ويقدر يشارك مع التمرين الجماعي بشكل طبيعي جدا. لكن الغريب ان امام عاشور نزل اول تمرين ليه بعد العوده من الايقاف، واول حاجه عملها في التمرين جري على زمايله واعتذر لهم عن اللي حصل وعن الواقع وانه ما كانش قصده. ونفس الشيء عمله مع كابتن وليد صلاح الدين وياسر، واعتذر لهم واكد لهم ان هو الفتره اللي جايه هيلتزم بشكل اكبر من كده، وان كل اللي حصل ده ما كانش مقصود، وانه تحت الجهاز الفني وتحت النادي الاهلي وجمهوره كمان. لكن رد كابتن وليد صلاح الدين وياسر هو كان اغرب من رد فعل امام عاشور، وان هم ردوا عليه بشكل طبيعي جدا وقالوا له احنا هننسى اللي فات ولينا اللي جاي، وكمل التمرين امام عاشور للاخر بشكل طبيعي جدا وبشكل عادي. طبعا المحنكين هيطلعوا يقولوا لك دلوقتي اكيد ياسر مش هيلعبوا ماتش الجيش الملكي لان هو لعيب موقوف والكلام الفاضي ده. احب اقول لك ان ياسر ما اتكلمش مع امام عاشور عن موضوع المشاركه اصلا في مباراه الجيش الملكي من الاساس اساسا، ولا قال له انت هتشارك ولا هتقال له انت مش هتشارك، ولا جاب له السيره ولا فتحوا الموضوع ده اصلا. المدرب كلم اللاعب وقال له انت لازم تلتزم الفتره اللي جايه. اللاعب قبل الكلام وملتزم وفعلا بيتدرب. كلنا عارفين ان امام عاشور لعيب اخطا والاداره عاقبته واللاعب تقبل العقوبه والدنيا ماشيه كويس قوي. دوره الباقي بقى على الانديه الثانيه اللي بيبقى فيها لعيبه معاقبه ولعيبه عامله مشاكل في الفرقه ومحدش بيطلع يتكلم، لكن الاعلام كله بيطلع يتكلم لو امام عاشور عطس في التمرين. انتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات لو انت مكان ياسر بعد اللي عامله امام عاشور ده وبعد العقوبه تلعبوا مباراه الجيش الملكي من البدايه، ولا تقعدوا دكه وتنزلوا بديل، ولا ما يشاركش اصلا؟ انتوا اكتبوا لي بقى رايكم. بالمناسبه صح افتكرت حاجه صغيره احب اقول لك عليها. غرفه الملابس في نادي الزمالك مولعه ومحدش بيطلع يتكلم. عواد مش عايز يقعد دكه، كابتن عبد الله السعيد بيسافر البلد اللي هو عايز يسافرها او مش عايز يسافر، حتى اخوان بزيره بقى يشغل دماغه ويقول لهم انا عندي عين سمكه في رجلي والله مش هقدر اسافر، لكن الماتشات اللي هنا بيلعبها عادي. حتى كمان ادم كايد كابتن معتمد جمال طلع النهارده بيقول لك ان احنا هنفتقد ادم كايد لفتره طويله. طب هو عمل ايه ومحدش اتكلم ليه على اللي هو عمله؟ معنى كده ان هو موقوف؟ ده حتى يا راجل عدي التباغ هو كمان موقوف ومتغرب. فانا نفسي زي ما الاعلام بيطلع يتكلم على امام عاشور يطلع يتكلم كمان على لعيبه الزمالك.